شايفين هذه التغريدة؟ هذه تغريدة لشخص اسمه منير الماوري، أعتقد أنه يمني، لا أعرفه، ولكنه نبتة من نبتات بني علمان وأحد مخرجات علي البخيتي. انظروا إلى الطعن. أنا هنا لست أدافع عن بلد معين، وإنما أدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. انظر كيف يطعن بعلماء المسلمين. يقول لك ابن باز وابن عثيمين والعلماء الأوائل في بلاد التوحيد والسنة كانوا يقولون بأن الأغاني حرام، والآن أصبحت حلال وأصبحوا يعادون التوحيد. أنا أتحداك وأتحداك أنت، وأتحدى الإخوانجية، وأتحدى بني علمان، وأتحدى كل من يسيء إلى علماءنا، الوالد صالح الفوزان، آل الشيخ المفتي، كل علماء المملكة العربية السعودية أهل السنة والجماعة، أن أحدا منهم غير فتوى له. من منهم قال بأن الأغاني أصبحت حلال؟ لم يقل أحد. هناك المشكلة أنك لما تكون مسلم بالإقامة فقط. أتذكر كان في هندي عندي أقول له أنت مسلم؟ يقول لي إقامة بس، يعني بالإقامة بس مسلم، أما تعاليم الدين وأساسياته وفروضه وما فرض الله عليك وما معنى التوحيد وما هو التوحيد وكيفية العبادة لا يعرفها أبدا، لكن بالإقامة مسلم. ولهؤلاء أقول التوحيد أساس الدين وركنه الثابت الذي لا يمكن أن يبنى الدين على شيء سواه. اللا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله، قامت عليها السماوات والأرض. فالتوحيد أن تفرد الله بالعبادة وألا تعبد مع الله شيئا غيره. كل شيء سوى الشرك اسمه ذنب، والأغاني معصية، والفتن هذه والبلاوي التي تحدث كلها معاصي، ولا يقول أحد بأنها حلال أبدا. ولكن مشكلتك أنك أنت مسلم بالإقامة، يعني أنت الآن تسعى لإدخال الدين أو لإخراج الدين كليا من الدول ولإحلال قوانين غربية وضعية. أنت بنفسك تطلع وتتحدث مع أفيخاي، اسمه واحد أفيخاي أعتقد، بأنه كأنك ابنه وربيبه، طفله المدلل يا أستاذ، وتتدلل إليه. أين التوحيد من هذا الأمر كله؟ أين الولاء والبراء؟ فأمثال هؤلاء أفراخ العلمانية لا يمكننا، أو يعني تخيل معي بالله أحد أفراخ بني علمان أو أحد الإخوانجية يقول أين علماء السعودية من غزة؟ ووالله الذي لا إله إلا هو لا أعلم ولا أعرف عالما في الدنيا يدعو لأهل غزة ولأهل فلسطين ولمن اضطر من يعني مساكين الأمة في الدنيا كلها أكثر من علماء السعودية. والله لا أعلم، ولا أعلم شعبا دفع وجمع تبرعات وأنفق وساند وآزر قضايا الأمة أكثر من الشعب السعودي. أي دولة في الدنيا امسكها كذا، اليمن، مصر، الجزائر، سوريا، العراق، حتى إيران، أي دولة كذا امسكها وانظر إلى التبرعات، ما هي الدولة الأكثر في النفقة أو في دفع الأموال لهذه الدولة؟ بتشوف السعودية دائما تحتل المركز الأولى. ولكن هم الإخوانج وهم العلمانيون والله لن يرضون عن السعودية. لا تصدقون أنهم بهم غيرة على الدين أو بهم حمية على غزة، وإنما عدوهم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هؤلاء يطعنون بعلمائنا، يطعنون بهذه الدولة، ولا يعرفون الفرق بين الشرك والمعصية، لا يعرفون معنى التوحيد، ويأتون ليسوغون إلينا بأنهم أصحاب الغيرة وأهل الغيرة على الدين، والدين منهم براء. فعلماءنا نعرفهم، هم الثابتون على سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البلد نعرفها ونعزها ونجلها ونحبها، بل نحبها قربة لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله قامت عليها هذه الدولة ولا تزال عليها، وشاهت الوجوه إخوانجية وعلمنجية، كلكم سوية. نحن نعرف من يدفع له، فما في داعي أنك تبرر.